بشتغل كصانعة أفلام من خلال عملي كمخرج سينمائي أو سيناريست، وبالإضافة كمان أنا مدرب مادة السيناريو بعدة مجالات وبعدة مدن. أنا بالأساس بكتب قصة قصيرة، هذا كانت البداية يعني. ضليت بهذا المجال لفترة طويلة وعملنا كثير من المهرجانات وعملت مجموعة من الكتب بهذا المجال، مجموعات قصصية. بعدين اجى وقت وتعرفت على السيناريو السينمائي وحبيت هاي الفكرة وحبيت هيك ارجع هيك ادرب نفسي على هذا الموضوع، وبعدين استمريت. بعد ما كتبت سيناريو فت كمان موضوع الإخراج وبلشت بقى المسيرة هيك تتكرر. أول فيلم اشتغلته سينمائيا يعني على المستوى السينمائي، اشتغلت أنا فيلمين قصيرات، فيلم اسمه نوافذ مغلقة وفيلم تاني اسمه بطعم الماء. الفيلمين كانوا من تأليفي وإخراجي، فكانت التجربة الأولى هي كانت مع نوافذ مغلقة. وبعدين استمر الموضوع على أني أقدم سيناريوهات للمؤسسة العامة للسينما بضمن شيء اسمه بنك سيناريو. وبعدين كمان كنت ساعد احيانا اصدقائي كمان اقدم لهم سيناريوهات معينه او كون مساعد مخرج ببعض الحالات. كانت تجربه مدهشه، بالذات اول مره بكون بوقف فيها ورا الكاميرا. اللحظات الاولى هيك كنت حاسه حالي هيك انه بدي هيك اختفي يعني. بعدين لا، بصير الواحد بيتعود، بصير الواحد يعرف اكثر. شيء ممتع وجميل. الفن عموما امر ممتع وجميل يعني. اكثر شيء كان فيه صعوبه بعانيت منها هي كوني امراه. هذا أمر كتير صعب، إنه تكوني مخرج سينمائي وامرأة، هذا أمر معادلة صعب كتير تحقيقها، بالذات بالشرق الأوسط يعني. ومهما اشتغلتي ومهما عملتي بضل هيك في نوع من الانتقاص لمكانتك ولشغلك، وبتتعبي كتير يعني. التعب بيكون مضاعف على أي حدا تاني بيكون يعني أي مخرج تاني ذكر يعني يقدر إنه يفوت بهذا المجال. فالإثبات الوجود أنا كامرأة كتير أمر ما كان سهل أبداً. بالإضافة لأنه المؤسسة السينما عنا وجودها كتير ضعيف، وبالتالي مؤسسة الإنتاج عنا كانت هي مؤسسة العامة للسينما، وبالتالي ما كان في قطاع خاص. وعدم وجود قطاع خاص كتير بيخلي الفرص كتير محدودة، من الصعب أنك تتواجدي بشكل فعلي مثل ما بتحبي. بدها كتير مقاومة وتعب واجتهاد وإصرار وثقة، وبدك تقولي دائما لا انا موجوده يعني. امر فعلا ما سهل صدقا. من خلال العوائق اللي انا شفتها انا كامراه كمخرج كامراه، حاولت ركز كثير من خلال استفاد من شغلي كمخرج وككاتب سيناريو، لان اختص اكثر شيء بقضايا المراه، وحاول هيك يكون لها وجود فعلي. كان هذا اكثر مشروع بيعني لي، وحاولنا كثير انا ومجموعه من المخرجات السوريات نحاول نبني هذه الفكره وناسسها اكثر واكثر. حاولنا نكون تجمع نسائي، تجمع مخرجات نسائي، نحاول نشتغل ونقدم افلام يعني بتخص موضوع المراه والطفل، لكن للاسف اجت هيك بعض الظروف السياسيه وما خلت المشروع يكتمل او ينضج بما يكفي. الفن عموما يعني والسينما خاصه يعني سلاح حقيقي وكبير ومهم جدا، لانه يقدر ياثر بالمجتمع، وبيأثر بشكل مباشر لانه هو بيعتمد على العنصر البصري. ففعلا ممكن جدا تطلعي انت من فيلم مغيره فكره معينه او مفكره او متخذي هدف جديد بالحياه، فهذا كثير يعني السينما من اجمل ما فيها، وهذا النوع من التاثير. هلا نحن معظم الافلام اللي اشتغلناها بفتره كانت سوريا عم تمر باشكال سياسي كلياتنا بنعرفه يعني من 2011 وما بعد يعني. فاشتغلنا اكثر شيء ركزنا، والمؤسسه كان هدفها هيك يعني، كان شعارها الواضح انه سينما الواقع الراهن. فاشتغلنا كل ما يدور حول الواقع الراهن، من احداث الحرب لاحداث يعني كل ما يحدث بهذا الظرف اللي بتمر فيه سوريا. فكانت افلامنا كلها لها علاقه بهذا النفس تحديدا يعني. احيانا اكيد انت بتمرقي من خلال نفس تكون عم تشتغلي عم تحكي عن الحرب وعن الواقع السياسي، الا انه اكيد بتمرقي افكار معينه بتخصك، وهذا اللي حاولت انا اشتغله، اني مرق افكار معينه من خلال افلامي تقدر كمان تاثر بالاخرين. صار معي هيك كذا موقف هيك جميل يعني، بجوز ما اثر فيهم بشكل مباشر يعني كحياه شخصيه، الا انه الاشكاليه اللي انا بعتمدها بافلامي، وهذا هيك الالتباس او بحاول انه خلي المشاهد يعتمد على نفسه شوي يعني بانه يفهم الفيلم. هذا الشيء بيعني لي كثير. وقت بطلع مثلا من العرض وبلاقي احدهم فهم هي الفكره ووصلته تماما، هذا الشيء كثير بيسعدني وبيدهشني حقيقه يعني. بدنا نحكي عن الواقع الراهن هلا حاليا من الاشهر الاخيره، فمو بس السينما اللي عم تنغلق، كل الفكر الثقافي ما ينغلق يعني، كل انواع الفنون عم تتسكر.
محاصرة بكل معنى الكلمة، لأنه الفكر اللي جاي ليبني سوريا على أساس أنه يبني سوريا هو فكر جهادي، فكر منغلق على ذاته، لا يمكن من خلاله يكون في فن، لا يمكن حتى من خلاله حتى المرأة تكون موجودة بأي شكل كان، حتى على مستوى العمل العادي، يعني كانت معلمة ولا كانت قاضية ولا كانت أي عمل ممكن تقوم، وحتى عملها كأم من الصعب جدا أنها تقوم في ضمن هذه الظروف اللي احنا عم نعيشها هلا حاليا. بده يضل الموضوع هيك لحتى يجي تغيير سياسي معين، رح يكون اكيد خلال مقاومه كبيره. انا بعرف نساء مثلا من حولين كمخرجات او كاتبات او حتى طبيبات او حتى قاضيات كثير فاتوا بفوضى نفسيه، انه بيتركوا هذا الشيء وبيروحوا بيهربوا لمكان ثاني ولا يقدروا يشتغلوا يبنوا حياتهم من جديد، ولا لا بيضلوا بيقاوموا. فكل شخص بقى هو خياره، وبده يتحمل اكيد كل شخص نتيجه هذا الخيار حكما يعني، والخيارين بصراحه اصعب من بعض صدقا يعني. علاقتي مع المكون الكردي علاقه قديمه كثير، يعني نحن وقت اللي كنا بالشام كان عندي صالون ادبي، وكان في معظم الاشخاص يعني كانوا يجوا كانوا من القوميه الكرديه، كان اصدقاء وناس مثقفين وحيويين وبيحبوا الحياه وعندهم هيك افكار مثاليه جميله جدا يعني. فوقت اللي صارت الفكره انه نطلع من حمص كان الخيار الاول بصراحه انه نجي لهون، يعني نتيجه الافكار المسبقه اللي كانت عندي عن هذا المجتمع، لهيك كان توجهنا مباشره لهون، ولهيك اجى توجهي مباشره على السينما. هلا انا حاليا عضو بكومين رجافه. الشيء المدهش والحلو لهون بيكون بين سينما اول شيء الهدف النقي، يعني في هدف سامي ونقي تجاه السينما، وهذا الشيء كنا نفتقده شوي بصراحه بالداخل، يعني نظام الداخل مختلف كثير عن النظام هون. نظام الداخل نظام مؤسساتي بيعتمد على المؤسسي والتنظيم المؤسساتي، نظام هون بيعتمد على النظام البيتي، يعني من كلمة كومين البيت بعدين حتى هيك. وطلعت هي كلامي لدلالتها الكبيرة بصراحة، يعني مو بس انه دلالة لغوية، لانها دلالة فكرية بكل معنى الكلمة، وفعلا يعني اثرت هي الكلمة لحتى على طريقة العمل وطريقة الانتاج اللي عم ينتجه هون الكومين. في نقاء بالفكرة، في هدف سامي للوصول لسينما حقيقية، وهذا شيء كثير عظيم على فكرة، ومن اهم درجة لحتى توصلي صح بالسينما. حاليا لا، بالمهرجان هذا راح نستقبل افلام لبعض الاصدقاء والناس اللي انا بعرفهم، راح احاول اتواصل انا مع ناس من المختلف المدن، من العراق، من تونس، من مصر، نحاول نجيب اكبر قدر، واكيد من الداخل السوري اكيد، يعني نجيب اكبر قدر من الافلام لحتى يصير تعريف اكثر عن الافلام السوريه اللي انشغلت الفتره الاخيره، اللي كان فيها تقريبا شبه قطيعه ما بين الداخل والشمال. مرينا بفتره سنوات طويله كان فيها قطيعه وما كان في اي تواصل بين المنطقتين، لدرجه انه حتى على موضوع السينما كان من الصعب نعرف شو عم بيصير من انتاجات بهي المنطقه، والعكس صحيح كمان، يعني الانتاجات اللي انشغلت الفتره الاخيره ما وصلت لهون بشكل سليم. فكنت كثير عم حاول ركز انه خلال المهرجان اقدر احصل على مجموعه من الافلام السينمائيه السوريه اللي انشغلت الفتره الاخيره لحتى تعطي انطباع حقيقي عن السينما السوريه الداخليه. لسه الامور ساخنه يعني، فبالتالي صعب كثير انك انت ضمن بهاللحظات هي تحديدا تقدري هيك توقفي على جنب وتفكري بالسينما او تفكري باشياء اخرى. اكيد هذا بيصير بعدين بمرحله لاحقه او بعد وقت، نقدر فعلا بس هيك نقدر ناخذ خطوه لورا، نقدر هيك نشوف الامور بنظره مختلفه، ونقدر هيك ناسس ونحاول نركز على هاي القضايا. اكيد هذا الشيء كثير مهم وضروره يعني، بس هلا حاليا الكل منشغل بالحياه وانقاذ الحياه، يعني هي قبل كل شيء. يعني حتى أنا كمخرجة قبل كل شيء وقت اللي بحكي مع الآخرين أصدقائي أو ناسي وعائلتي بشتغل بركز على هذا الموضوع، إنه ينقذوا حياتهم بأي طريقة، وين يروحوا، كيف يطلعوا، وشو يعملوا. آخر شيء بيخطر ببالي اني هلا اكيد بحتفظ بهي بعض الاشياء وبعض المواقف لحتى ممكن استفاد منها سينمائيا، بس اكيد مو هلا. من الصعب جدا لسه الجرح يعني عم ينزف، من الصعب جدا هيك انك تكوني تفكري وتحكي مع هدول الاشخاص من وجهه نظر مخرجه، بدك تحكي معهم من وجهه نظر كانسان، وخاصه انا كوني من الطوائف اللي حضرتك قلت عليها، فهذا اكيد شيء بيعني لي ووجعهم وجعي بكل معنى الكلمة. تعرضنا لأشياء كثير سيئة الفترة الأخيرة، صارت مداهمات على بيوتنا بطريقة بشعة كثير، تعرضنا للسرقة بكل معنى الكلمة، سرقة كل ما نملك يعني ببيوتنا، تعرضنا للإهانة، للألفاظ الطائفية المزعجة،
يعني أنا بالرغم إنه الشيء كان كتير مؤلم اللي تعرضت له، لأنه ما بيطلع شيء قدام اللي تعرضوا له ناس تانيين بعرفهم. عندي أصدقاء خطفوا بناتهم، يعني هذا هيك بحكي وهيك يعني مؤلم كتير. يعني حتى صدقا ما عندي قدرة أني أحكي معهم لو واسيهم، يعني من الصعب تفوتي بهذا الموضوع إنه حدا هيك انخطفت بنته ولسه ما رجعت، أمر كتير مؤلم. عنا من كم يوم بس، هلا من يومين يعني بنت جيراننا يعني ما عمرها 15 سنة قتلوها، هي واقفة على برندة بيتها هيك، فاتوا قتلوها وخلص. يعني بده يجي يوم هذا الفكر الظلامي مستحيل، ما نم بقيت سوريا ولا من روح السورية. نحن سوريا أكبر من هيك بكتير، عاشت حضارات كتير عظيمة على مدى عصور. يعني لا يمكن يجي هيك فكر من ولا شيء يعني يقدر يتواجد. قد ما حاولوا يتواجدوا ويقولوا نحن موجودين ورح نبقى، بالأخير أكيد ما له وجود أكيد. بس من هون لوقتها ما بنعرف، قدامنا حل واحد إنه نصمد ونقاوم. يعني هذا الحل الوحيد اللي رح نحاول إنه نشتغل فيه. الشيء الوحيد بتمنى من كل قلبي كل بنت مخطوفة هي اللحظة هيك تماما اللي احنا قاعدين هيك عم نعمل لقاء يكون في أمل إنه ترجع لحضن أهلها. بتمنى إنه كل امرأة تحاول يوما ما تقدر تلاقي وجود لها، وجود فعلي، وتقدر تقول أنا موجودة. بتمنى السينما تصير أفضل وأفضل، لأنه السينما هي فن راقي جدا، فن بصري وفكري راقي جدا، وله تأثير كتير كبير على المجتمع، مثل سلاح تماما، بس سلاح نظيف وبحقق أهداف نقية. العالمية بصراحة ما بيعني لي كتير يعني أكيد ما بيعني إنه ما عندي طموح معين تجاه هذا الشيء. أنا بيهمني أشتغل سينما، طول ما أنا عم بشتغل سينما أنا حية وبكون سعيدة جدا. فوين ما اشتغلت السينما بأي مكان وبأي ظرف وكيف ما اشتغلناها رح يكون هذا بالنسبة لي حياة، كان محلية عالمية ما بفرق.